ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم. يوم سعيد كده معطر ان شاء الله بذكر الله. احنا النهارده هنعمل النابت بس مش بشوربه، هنعمله طبخه جميله خالص زي اي طبيخ انت بتعمليه. جبت نص كيلو فول، احنا في اواني الفول، ورحت على يعني البقال، قلت له انا عايزه فوله كبيره للنابت. بصوا ما شاء الله، جبتها وخمرتها 12 ساعه، يعني تخمريها من بالليل. انا لسه قايمه فرحت قلت اشيلها من الميه بتاعتها. بصوا ما شاء الله الحبه كبرت ازاي، وما شاء الله زي العسل. يبقى رحت نقعها 12 ساعه، يعني مثلا 12 ساعه، ورحت جايبه مثلا طرحه او فوطه عندكي، او مثلا عمه او اي حاجه بس تكون قماشتها قطن يعني. ورحت جايباها كده هي، واروح شايله الفول طبعا كده اهو زي ما انتم شايفين كده. الفول اللهم صل على النبي بيقعد 4 ايام. يوم ان انت تنقعيه، يعني يعتبر ليله بتنقعيها وتروحي انت شايلاه، يعني تخمريه النقع، يعني التخمير. وتروحي انت شايلاه في الفوطه او في الطرحه القطن دي، وتسيبيه يعتبر، وتروحي لفاه كده. الفوله طبعا تكون صفرة كده وحلوه، مش تكون غامقه. دي اللهم صل على النبي، دي الفول النابت. هنعمله بالتخديعه والثوم، هوريكم طعم جميل خالص. اللهم صل على النبي. بروح جايه حاطاه في الطرحه كده والفه كده، يبقى هو هيلتف كده حوالي 3 ايام. من بين يوم والتاني ممكن حاجة اسمها او تغسليه او تحميه الصبح او اخر النهار. فالمية دي بتديله طراوة ان هو يزرع كده، ويبقى له زراع من من عند الراس كده. الزراع بيطلع من هنا كده. يبقى احنا مع بعض كده، الزراع بيطلع من هنا. هوريهولكوا ونعمل احلى نابت، ويبقى سنة سعيدة علينا ان شاء الله. نسيبه يوم لحد ما نيجي نحمي او نبله مية ونوريلكوا تاني. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عملنا مع بعض تخمير النابت، جبنا نص كيلو فول زي ما انتم شايفين اهو، وسيبناه حوالي 3 ايام، 3 ايام بالظبط. يا دوب نشيله من اللهم صل على النبي، يا دوب نشيله من الماء القماشه دي او الفوطه، ونروح حاطينه في الميه، ونروح نازلينه تاني في الفوطه، نلكفته كده لحد بسم الله ما شاء الله لما زرع كله ونبت كله. هو شايفين اهو كله لازم يكون منبت بالطريقه دي اهي. ما شاء الله زي العسل اهو كله اهو. يبقى نبدأ بقى في تحضير النابت. احنا مش هنعمله شوربة كده، احنا هنعمله زي طبيخ بالظبط. يلا بقى نحط حلة على النار كده. فرمنا مع بعض بصلتين حلوين، فرمنا مع بعض قشرنا مع بعض رستهم كويسة اهي. يلا مع بعض بقى نكمل ونشوف هنعمل ايه. جايبة معايا حلة اهي، ورحت نازلة بالزيت بتاعها، لان دي بنعمل بالزيت، او ممكن لو عندك بقى سمنة بلدي يبقى جميل. واروح نازلة بالبصلة معايا اهي، وابدا ان انا اقلب فيها كده، يعتبر نص سوا بالظبط. معايا يعتبر كيلو الا ربع طماطم اهو محضراه معايا لحد ما اما البصله تدبل خالص كده. والناحيه الثانيه رحت جايبه معايا الفول، غسلته مرتين 3 كده، ورحت جايبه حوالي يعتبر لتر ونص ميه، ورحت نازله بالفول في تكون ميه سايره يستوي كده مع بعض، ونوريكم هيبقى زي الزبده. ومعانا البصله تدبل خالص هي نزلت نص سوا، واروح نازله بالطماطم اللي انا ضربوها ما شاء الله. اروح بقى نازله بالبهارات بتاعتي. معايا ريحه فلفل سمره بسيطه، معايا شويه كزبره ناشفه، على شويه شطه كده بسيطه. نقلبهم تقليبه كده تستوي، يبقى تستوي الصلصه ويستوي الفول معانا، ونوريكم هنعمل ايه. يبقى هنعمل فول نابت. بصوا فوق الروعه بشويه، هتشوفوه وتقولوا لي رايكم. يبقى بسم الله ما شاء الله كده يعتبر الفول خد بتاع ساعه وربع، او ساعه وربع. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ بصوا زي الزبده اهو. بصوا يعني سخن هو على النار اصلا، انتوا شايفينه اهو. ومعايا برضو بسم الله ما شاء الله الصلصه السباكه اهي. يبقى نروح ضايفين ده على ده. ففي ناس بقى بتروح جايبه، هقول لكم على الوصفه اللي هي مش بالصلصه، تروح جايبه زي 3 حبات طماطم وحطاهم كده مع البهارات، وبتقدموا زي شوربه النابت كده. فانا ولادي بيحبوا ان هم بالصلصه كده. فيلا نضيفه مع بعض ونوريكم. يبقى زي ما انتم شايفين الصلصه كده، شايفين مش عليها اي مثلا يعني مثلا حاجه على الوش كده زي يعني اشيلها كده ولا اي حاجه، لا الميه نظيفه خالص اهي. بصوا نظيفه خالص اهي. نروح بقى نازلين بيها كده على الصلصه زي الطبيخ العادي اهو. ورحت فرمه معايا راس توم كبيره، نعمها كده
اهو. يبقى انا حاطه الكمون وحاطه حبه فلفل اسمر وحاطه الكزبره الناشفه بتاعتي على حبه شطه بسيطه اهي. ورحت نازله معايا برضو بمكعب مرقه اهو. يا لو بقى عندك شويه شوربه او بقى بالفلاحي كده، لو عندك مثلا اللهم صل على النبي زي عظمه من ضحيه، عظمه من عين الجزار، يا بتخليه بصي تروح في حته تانية خالص. احنا عملنا بنعمله كده ما شاء الله اهو. شايفين المنظر؟ نسيبه يفور فوره كده ونوريكم احلى نابت. ولو كمان يعني بتعيشي ملدن كمان وعايزه تعملي، لو انت من عشاق الفته تفتي فته النابت تبقى تخليها روعه خالص. بتروحي جايبه العيش هريه كده وحطاه عليها وروحي نازله بالميه وعلى وشه النابت كده، بيكون طعمه لذيذ خالص. فيلا نغطي عليه كده حبه ونرجع تاني نوريكم. يبقى خلاص كده بسم الله ما شاء الله. يلا نطفي عليها كده استوت بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل زي الزبده بالظبط اهو. احنا بنحبه كده. والطريقه الثانيه زي ما انا قلت لكم مش هتضيفوا عليه صلصه خالص، بهارات وزي 3 حبات طماطم وتضيفوهم عليهم وخلاص على كده. يلا بقى نسجل مع بعض ونوريكم اللحظه الاخيره. يبقى بسم الله ما شاء الله هو كده النبت بتاعنا يعتبر عملته زي الطبيخ. بألف هنا وصحة، يا رب يعجبكم. طريقة سهلة ويا رب مش هكون طولت عليكم. بألف هنا وصحة، يا رب تجربوا تقولوا لي رأيكم. وزي ما تعودنا طبعا نسيب بعض على لا اله الا الله ومع ألف سلامة.